عليكم احبتي، ورجعت لكم اليوم بفيديو جديد وحلو بسيط. اليوم راح اسوي لكم حلو بس جدا بسيط. هو اللي يكون عبارة عن كوبين حليب باودر، 3 خواشي جيمر، حليب مكثف، قالب الكب كيك يكون بس الورق مالته. هسه احنا شنو راح نسوي؟ راح نخلي الحليب بالقدر او بالطاوة ونسهيه بحيث يكون لونه يصير لونه جوزي، نصيه على نار ناصية ونظل نقلب بيه بين ما يتغير لونه. وبعدين نضيف المواد هي اللي تكون الجيمر والعسل ونخلطهم ونخليهم بالكب كيك. يطلع عندنا حلو كلش طيب. أنا راح أسويه وشوفوه خطوة بخطوة، راح نمشي وياكم وانتظرونا ونرجع لكم. احنا خلينا الحليب الباودر بالطاوة طبعا، وهسه احنا عندنا تغير لونه، نريده بعد شوية يكون لونه جوزي خلينا نقول. طبعا هذا مع التحريك خاطر احنا ما نريده يحترق، لازم تكون ايديك وياه، ما نريده يحترق. نرجع لكم بين ما نخلصه خاطر نشوفكم شنو الطريقة الجاية. رجعت لكم اثناء ما صار الحليب وجهز. اللي راح نضيف المواد، احنا اول شي راح نضيف الجيمر ونجانسه كل الزين ويا الحليب الموجود، وبعدين نضيف الحليب المكثف. نكون احنا مجهزين عندنا القوالب مال الكيك الورق يعني، او اذا تحبون اذا ما عندكم رشاش يكون للورق الكب كيك ورق يعني مال كيك، تحبون خلوا زبد شويونه او انا عندي هنا هذا رشاش خاص هو زبد يعني رأسا بس ارش عليه خاطر لما اخليها بالثلاجه، لان هاي راح تنحط بالثلاجه اثناء ما راح نخليها بالقوالب خاطر نقدر نقلبها. انا هسه بس راح اضيف المواد ونرجع لكم ونشوفكم الخطوه الاخيره. طبعا احنا خلينا طبق اليوم هو الحلو قلنا اللي بالحليب، خليناه بالقوالب هيك الشكل. هسه احنا اثناء ما خليناه احنا بالقوالب راح نخليه بالثلاجه تقريبا فد نص ساعه بين ما يبرد. ونجهزه ونزينه. طبعا كل ما كثر عدد الاشخاص راح تكثر الكميه. هذا شكلها راح نخليها بالثلاجة ونرجع لكم مع التزيين ونشوفكم شكلها النهائي. هذا طلع طبق الحلو لليوم، كلش حلو وبسيط وسهل. هذا شكله النهائي. طلعناه من الثلاجة وقلبناه وخليت عليه هرشي، زينته بالهرشي. انصحكم تجربوه. هذا شكله. يا رب ان شاء الله يعجبكم وانطونا رأيكم. سلام عليكم احبتي.